الفقر عيب وعيب فشخ كمان. it was never easier to make 10 كيف في الشهر. صعبة تيجي بالسهل؟ لا. انت عارف انت فاكر ليه؟ عشان سافل وقليل الادب، مش مقدر ولا محترم العقل. دلوقتي لو رحت فتحت يوتيوب شانل، قمت وحطيت الكاميرا وقعدت قدامها تعمل اي حاجة دلوقتي ليها جمهور. تفتح كرتونة، تقفل كرتونة، تلبس، تقلع، تاكل يا عم اي حاجة عندك في البيت، صينية بطاطس، بيتزا، كواترو شاورما، اي حاجة، وجريت لك مونثلي انكم. فكر فيها كويس اوي. generating الريسورسز اللي عندك لماني ماشين، وانت نايم حاطط رجل على رجل، بوب 10k in your account. from where؟ عشان استخدمت الريسورسز بتاعتك. عشان كده بقول لك استخدامك للسوشيال ميديا اكيد 100% غلط. انت عبيط، ممكن تحوله منجم ذهب وتعمل اكتر من ابوك اللي قاعد بره ده. هب يا عم، وانا بقول لك طلعني الشقه عندك، عايز 5 جنيه، ما اكلتش من ساعة اخر مرة الكبير قوي كان بيضحك فيها. دي اسمها opportunity، وهي دي الفكرة بتاعتي. الجيل الايام دي يمشي في الشارع يتثبت، يتضرب، يقع على وشه، يتشرد، يقول لك مان دي مشكلة كبيرة. دي opportunity، فرصة. انا مش لاقي اكل. استثمر، ابدا انفستنج في الستوك ماركت، خد قرارات اجتهد، خد تجارب، امتحن ايلتس، نزل عندك ابلكيشن تضارب، نزل ابلكيشن تضارب، ابدا تضارب بالعملة الصح. انت عندك البوتنشال. انت عبيط يا اسطى، انت عبيط صح؟ انا هيبقى معايا عده بقد كده واسيب نفسي مش لاقي اكل؟ عم لو معايا التليفون كان زماني لفيته في شندويشته واكلته، ولا الحوجه البنطلونك الضيق. treat the life right and the life will treat you righter. خطوه نحو الدنيا بشويه اجتهاد وضمير يا اخي، مليته البلد جاتك القرف. تعال نفكر سوية. لو انت جبت عربيه واجرتها في اليوم 5 ساعات ب 100 جنيه للساعه، يطلع لك 500 باوندز. وليه توقف عند 1 كار بدل ما تجيب 1 كار 2 كارز 200 كارز وتأجرهم وتشغلهم تحت ايدك وتبقى انت البيزنس اورنر لنفسك؟ مش كده ولا ايه؟ وتحول بيتك لاستوديو، فول اكويبمنت ستوديو تأجره هو كمان. اتعلم ان الفلوس هي اللي تشتغل عندك، مش انت اللي تشتغل عندها. وده اللي انا اتعلمته في المنحه بتاعتي في بريطانيا في البيزنس ستوري. كنت زيك صدقني، كنت ضئيل نحيف الحجم وشعري معكوش وريحتي زباله. انا قاعد في صندوق زباله على النص هنا يا باشا، يعني معاك 20 جنيه اجيب لي شقتين طعميه ولا تسول عند حد تاني؟ اقول لك على حاجه بقى، قنبله الحلقه يا جدع، انت فايق دماغ. انا مش مؤمن بالاقتصاد، والله ما مؤمن بيه ولا هو من بيه، لا بالعقل كده. طب انا هاخده على قد عقله ولا ايه يا جدع؟ عقل الكلام بقى عشان ما افجرلكش اغلوهك. والله زي ما بقول لك، الاقتصاد مش اي حد معاه فلوس يبقى معاه فلوس، لازم تكون الفلوس هي اللي معاك. think about it. هات لك اكل، ما تعقدش الامور. في المشكله ان انت بتعقد كبر الامور اكبر من حجمها. عندك مشكله، define the problem، ودي اول خطوه في البروبلم سولفينج اللي درسناها في جامعه كامبريدج لما كنت في بريطانيا. وما كانش حيلتي اللضا، بس كنت مجتهد وبحب اتعلم وبحب استري. ادرس الموضوع وهتفهم. اناليسز بسيطه. هتقولي مش معاه فلوس؟ اعمل فلوس. لا حول ولا قوه. يا اخوانا حد معاه 5 جنيه للاستاذ نشتري له سندوتش، وكمان شكله ما كلش بقاله كتير. انا اتخرت جدا، بس لو حابب تكمل بقيت جلسه، عندي تمرين، عندي بايسبس، بحب بروح الجيم، عندي شهاده برضو ايه B2 الماني. انا مش بقولك طبعا كل ده عشان ازلك ولا حاجه، هو بس to mention out there ان لو انا اقدر اعملها. حالتي كانت صعبه قوي، بابي اداني 1,000,000 جنيه بس. تقدر تزور الموقع الويب سايت، تشتري فيديو كول معايا فيس تو فيس. يلا تيك كير يا بطل. باشا معاك 20 جنيه، امشي يلا من هنا. انتي بقى برج ايه؟ لا قول انت الاول. لا برج الفجر عامه. يا نهار ابيض، متخلف تاني. بس يلا انا محتاج الفلوس ولا هتيت. وانا برج الجدي، انا بنوتة انمي. طب حسبي تنطحيني بقى. يا نهار ده انت ليلة امك سودة، طول الدم ده. قول لي بقى انت شغال ايه؟ عندي روز رويس. لا بقول لك انت شغال ايه يعني؟ بتاكل عيش منين؟ غنصوص ومبلون؟ ده عيل طري ومتني شكله كده. 9 5 بتاعتك زفت ايه؟ ما انا بدأت ازهق. مسكوزو افتكرت بتسأليني عربيتك ايه، عشان كده قلت بقول لك روز رويس. لا انا ما عنديش ال 9 to 5 9 5 دي. انا زعيم نفسي، عندي شركة عقارات كده يا دوب بتدخل لي حق بنزين عربيتي الروز رويس. مش بحب العربيات. انا بعشق الروز رويس. هو انت برجك ايه؟ روز رويس برج الاسد. وانتي باين عليكي برج الجنيه المصري. مش فاهمه يعني بتقبضي بالجنيه يعني؟ العادي ان العيال بيقبضوا بسندوتشات الكبده فعلا. ما حدش عم بيقبض بالجنيه يا بنتي. انا الدولار حالا بالنسبه لي واقع قوي، يعني يوم ما خلاص ما يبقاش فيه ورك وكوميشنز وكده بقول لهم مش مشكله هاتوا لي دولار. انا كان متعود على اليورو يعني والجنيه الاسترليني. انت لابس بدله ضيقه وفاتح القميص لحد سرتك، مش كده؟ ده انت واقعه ومجنونه ومراقبه بقى.
دي حقيقة فعلا، فاتح القميص حبة بس عشان جاي ضارب مشوار بالروز رويس من التجمع الخامس. كنت بقفل ديل ب 16 مليون اي جي بي، يعني مش عارف، مش فاكر كام بالدولار بصراحة يعني. وطلعت على الجيم على طول، كان عندي ترايسبس وديبس وتشيست. هو حر فعلا هنا، انت مش طايقه. وبعدين فوق كده ده كله الدولارز اللي في جيبي مخليه الموضوع صعب جدا ان اتنفس. الواضح ما لحقتش تستحمى في الروز رويس. لا يا فندم. يخرب بيتك هتضيع الشيك. يخرب هتجنن منك فعلا، هموت بجد. نفسي الديت ده يخلص بسرعه عشان اشوف خلقه امك. ليه؟ عشان يا نهار ابيض. على فكره صوتك فيري نايس يعني. انتي برج ايه؟ على فكره انا كمان يعني بحب تايلر سويفت بالمناسبه، بحضر كل الكونسرتس بتاعتها، اخر كونسرتس حتى يعني الاغاني بتاعتها كلها حافظها، اللي هو love me like you do لا love me like you do touch me like you do touch me like you. انا حافظ كل الليركس بتاعتها والسونجز، بقعد اشغلها عندي في الروز رويس وانا شغال بعمل سيلز. هو ايه السؤال؟ انتي برج ايه؟ برج ايه؟ انا برج العقرب. يعني لو شفتك في حته هلسعك قفا ابني كده. إيه؟ يعني برج العقرب كيوت عسلها بنوته. لا نلغي الديت بقى من اوله يا جماعه. لا مش هينفع كده، مش معقوله يعني برج العقرب ورايا كل يوم يعني. ليه؟ انت بتبني الشخصيه والعيله والجواز والفلوس كله على برج العقرب يعني؟ عشان اتولدت في شهر 6 خلاص كده بقى بنت جزمه يعني؟ مش فاهم. ما تعقل يلا ولا ايه بنوته كيوت. ليه بقى مالهم برج العقرب؟ يا بنتي all of my اكساتي يعني كلهم العقرب دول ورايا يعني، لسانهم طويل قوي عايز القص بس علشانات يعني. انا عندي كلب برج العقرب، كان اكس من اكساتك. ايه ده بوبي؟ ايه؟ لا بتحب الروز رويس. قلنا ما بطيقش زفت العربيات. انت لو بتقبضي بالدولار وبتفهمي كان زمانك بتترجيني بس عشان اخدك لفه عندي في الروز رويس. بعيد يا جدعان، هو الشيك كام؟ يعني 2000 جنيه. انت عندك حاجه تانية في شخصيتك بعيده عن انك شغال سيلز عقارات بقالك 5 شهور مش عارف تبيع صفقه عقار واحده، فصرفت كل فلس عندك عشان بس تعرف تجيب البدله الضيقه دي وتبان بمظهر الله الفلوس. عندي روز رويس. يا حبيبي لازم تكون راجل مقفل كذا خانة. يعني انت لو راجل معاك فلوس كتير بس لبسك مش حلو وجسمك معفن، البيت هتتسلى بفلوسك بعدين تلف وترجع تيجي لمين؟ واحد زي فلكاوي فلوسه كتير وبيعرف يلبس جسمه حلو. لو انت واحد بيروح الجيم وجسمك حلو بس مش معاك فلوس، البنت هتخرج معاك مرتين 3 بس بعدين هتزهق وتدور على واحد زي مين؟ زي فلكاوي بيعرف يلبس وجسمه حلو ومعاه فلوس. طب لو انت راجل معاك فلوس وجسمك حلو بس ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تسمعها اللي هي عاوزه تسمعه، ما بتعرفش تاخد وتدي بشكل ودي، هتروح وتدور على واحد زي مين؟ واحد شبهي عنده ده وعنده ده وبيعرف يتكلم. فانت لازم تكون ذكر شغال على كل حاجه ومقفل اللعبه، بتعمل فلوس، جسمك حلو وبتعرف تتكلم. ايوه حضرتك مقدر لنصايح السكس، بس اكتب ايه على مج القهوه اللي حضرتك طالبه؟ اكتب رقمي وتعالى يلا فيديو كول احسن من اسلوب حياتك واظبط لك الدنيا البايظه دي كلها. الناس دي دائما بيحاول يظهر انه بيقلط فلوس، بيقلط يعني وانتم بكرامه بيعمل فلوس في الحمام، بيقلط فلوس وكاريزما على الخلق، اكنه افاتار بيتحكم في عناصر الشخصيه الاربعه من جيب بنطلون البدله الضيقه، ولو ما مشيتش على نهجه بالظبط بالحذافير هتقع في حفرة ضياع الشباب اللي بينقل خبرته في تندر وازاي تبقى السيلز عقارات بعمولة ممكن تقعد 6 شهور مش عارف تبيع الصفقة ومش لاقي تاكل. بس استنى، انت سيلز عقارات، انت بس غيران منهم عشان بيلبسوا بيضة الغالية والبنات بتحبهم ابدا. بس اللبس الحلو والجيم دي حاجات خاصه بحياه فرد مش نجاح عام. مش لازم نمشي على هذا المنهج عشان نوصل للحمد لله البدله الضيقه والتندر بروفايل تندر المثالي. لا دي حاجات كلها تفضيلات شخصيه وفي الضياع اصلا. بس مش عامل لك باكج كامله ب 500 جنيه تكلمني فيديو كول نصايه او تكلميني فيديو كول نصايه تقولي لي ازاي اخلي جوزك يتحول من دب قطن نايم 25 ساعه لعنتيل المحله، كله في سبيل العلم. ده اسمه سفه. ودايما هتلاقيهم بيجيبوا سيره التداول اللي مش حلال 100%، واي شيء يكون فيه شبهه ولو 0.99 ابتعد عنه وابتعد عن كل من يروح ناحيته. ولكن اتمنى انك تكون متاكد 100% من مصدر دخلك، لان ده اول شيء هتسأل عليه. فيحبذ مهما كان دخلك مهما كانت وظيفتك ابحث فيها كويس جدا، لو فيها اي نوع من انواع الربا او الشبهات اتركها وعوض ربنا كبير جدا جدا جدا. ولو انت عايز تروح والله تظبط بروفايل تندر وعايز تدفع 300 جنيه عشان الناس تظبط لك بروفايل بتاع التندر يعني اتفضل، بس انت حر ما لم تضر وما لم تتعدى حدود الله. تحياتي. لازم بقول لك خلاص يا اسطى، يا اسطى خلاص يا اسطى بلاش نصيح سكس يا اسطى، احنا في رمضان. سيب لي رقمك على الترابيزه، ممكن ابقى اكلمك فيديو كول بالليل عشان انا ومراتي علاقتنا مش كويسه.